يا اهلا وسهلا. طيب يا اخوان، راح نسوي سلسله اللي هي اغرب 5 اشياء او اكثر 5 اشياء هيجي، مثل الفيديو الماضي اللي سويته اللي هي اغرب 5 قوانين موجوده بالمانيا، وهذا الفيديو راح نسويه كمان مبين بالعنوان اكثر 5 اشياء احبها بالمانيا، واللي بعده اللي هي اكثر 5 اشياء مثلا اكرهها بهذا البلد. فطونا افكار نسويها على هذا النمط هيجي حتى نسوي عليها الفيديوهات القادمه. فاللي عنده افكار اكتبوا لي اياهن بالتعليقات جوا او على انستغرام، هم تكتبوا لي اياه تقدرون على الخاص. اما الان خلونا نبدا الفيديو. شلونكم اخباركم؟ طيب طالعين هيدا اشتري ستاند مال كاميرا، فمتواعد ويا واحد ناخذ من عنده هذا الستاند. هاي هنا عمات عندهم الزحمه مال نهايه الدوام، يعني هاي الشغله مو بس مختصه بينا بالعراق، لا هم هنا موجوده. هذا الشخص اللي انا متواعد وياه حتى اشتري من عنده الستاند ساكن بهاي المنطقه، بس بعد النوب 400 متر ونوصل له قريب منا. ما اعرف دائما ليش من اشتري شغله الشخص اللي اشتري من عنده يكون ساكن بضيعه. فرقم البيت اللي جاي عليه 128. هسه اشرح لكم كيف انه منا تشتري شغله، بس خل اخذ الشغله منا الستاند وبعدها اشرح لكم كيف انك تشتري شغله مستعمله ورخيصه تكون. والله على الاغلب هذا لازم. هاي هذا البيت. نعم هذا البيت اللي احنا جايين ناخذ من عنده. Ich pack's ja schon aus. Wie viel Zentimeter ist die? Ich habe 160. 160, das könnte klappen, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. اخذنا هذا الستاند اشتريناه ب 13 يورو ونص، ما اعرف ليش ما نزل نص يورو، بس المهم يعني مناسب لان على الانترنت الجديد سعره هذا ب 40 يورو، وهنا اخذناه ب 13 يورو بس هو نظيف كلش نظيف. وهذا الجينا علي ساكن بضيعه هناك. الالمان يحبون يسكنون بضيع مو مثلنا، احنا نحب نسكن اغلب شيء بمدن. اوكي، اول شغله احبها بالمانيا اللي هو هذا التطبيق اللي اسمه الاي باي، موجود هو مو بس بالمانيا طبعا، احد اكثر الشغلات اللي احبها. هذا عباره عن سوق مستعمل بس ضخم كلش ضخم مثل امازون، بس هذا يسموه كلان اند سايكل اللي يبيعون به مستعمل. مثلا انت عندك شغله تريد تبيع، خلينا نقول تلفون، عندك كرسي، ما تريد اشكال تلقى بيه، تنزله على هذا التطبيق وتعرضه على هذا التطبيق، فاكو ناس مثلا يحتاجوه، مثل هذا الشخص اليوم نزل هذا الستاند ما يريده هو، فانا محتاجه، اجيت اخذته من عنده. فانت تدخل على هذا التطبيق وتحدد مثلا انت تريد على بعد كم كيلو يبحث لك. انا مثلا حددت 30 كيلو متر، يبحث حوالي 30 كيلو متر بعد. يسالون انه هاي البي ام سيارتك؟ هاي مو سيارتي، هاي سياره علي اخوي، انا ما عندي سياره، او بالاحرى كان عندي سياره وبعتها لان ما احتاجها. والسيارات هنا مكلفه صراحه، مكلفه مو بالسعر مالها انك تشتري السياره، لا كسياره انك تشتريها تكون رخيصه نوعا ما، لكن الكلفه تكون بالمصاريف مالتها، انك تدفع لها التامين الشهري اللي هو يسموه فيرزيشغونج، تقريبا بالشهر يجوز 70 يورو 80 حسب السياره اللي انت مشتريها. وايضا الضريبه مالتها انك السياره تدفع لها ضريبه سنويه تقريبا همات 400 يورو هيجي. بالاضافه الى ذلك اللي هو الوقود هنا غالي تماما، الوقود سواء الديزل او البنزين، فلذلك السيارات مكلفه هنا. طيب يا اخوان، طلعت من الشغل، طبعا انا عندي اورلاب حاليا اللي هي العطله، لكن بهاي العطله لقيت عمل اللي هو يسموه ميني جوب هنا بالماني، اللي انت تشتغله اللي هو يكون مثلا باليوم تشتغل ساعتين او هيك شيء. فحاليا عندي هذا الشغل قاعد اشتغله احسن ما قاعد بالبيت وضوجه ما عندي شيء. توني طلعت من الشغل الساعه بال4:30 العصر، بس شنو جوعان. مرات لقيت محل شاورما سوري عربي، فاخذت من عنده شاورما. هذا النورس مجرد يشوفك تاكل يجي يوقف يمك، وبس يغافلك ياخذ الاكل من عندك ويطير. شوفوا عرفت الاكل مالي وراح ابعد عنه. شوف راح يسوي هذا، بس مجرد بعدت عنه مال علم فارغ دقيقه. شوف ايش راح يصير يسوي، راح يصير ينتف بيها. لذلك هذا حيوان قذر، هذا لازم ما تخلي شيء وراك تشيله وتنظفه. تعال جيبه تعال فخر، هي ما بيها شيء بس كاغد فارغ بس راح يوسخ بيها الشارع. طيب اما النقطة الثانية اللي احبها بهذا البلد اللي هو الوقت. الالمان يقدسون شيء اسمه وقت صراحة، يحترمون الوقت. ما علينا بشغلة القطارات، القطارات صحيح مرات تتأخر، باصات يعني تتأخر نوعا ما خلينا نقول دقيقتين 3، بس شنو الباصات مرات يكون الطريق بازدحام، او القطارات يكون في تصليح على السكة فتتأخر. لكن نتكلم عن مثلا مراجعة دوائر حكومية، انك تواعد الماني
فمثلا وعدت الماني خلينا نقول قلت له ب8:15 اجيك، اذا جيت ب28 دقيقه راح تلقى زعلان عليك، انه يعتبرها هاي قله احترام، انك ما احترمته، لذلك جيت عليه متاخر، انه ما يواعدك خلينا نقول ب8 ويجيك ب8:30 او يجيك ب9 ويقول لك عادي معود صار قابل، هو تاخرت لي خلينا نقول 20 دقيقه او نص ساعه. فاذا مواعد واحد مثلا لنفرض ب8:30 وانت تريد تتاخر 5 دقائق او 10 دقائق، لازم شو تسوي؟ تتصل به تقول له راح اتاخر 5 دقائق. وكذلك هذا الشيء بالدوائر الحكوميه او عند مثلا دكتور او اي مكان، هنا ما عندهم شيء انه انت تروح على الشخص بدون موعد او تفوت الدائره الحكوميه بدون موعد، ما عندهم هذا الشيء. حتى زيارات انك تزور صديقك، تزور مثلا خلينا نقول جيرانك، تزور اقاربك، لازم تخابر قبل فتره وتاخذ من عنده موعد انه انا جايك بفلان يوم بفلان ساعه، لان يقول لك احتمال هذا الشخص تريد تزوره يجوز يكون طالع خارج البيت او عنده شغل ثاني. طبعا انا كلت صراحه وبعدها تكاسلت، تعرفون شخص من ياكل وبعدها يتكاسل بعد ما يبي حيل يمشي، انا هيك صار بي، فاتصلت بعلاء راح يجي حاليا علي، لان تكاسلت انه اروح للبيت بالقطار او الباص، فالبين ما يجون خلينا نفوت للمدينه على الشتات، نضرب فره هناك واشوفكم المدينه. صور هاني قبل بس نروح مره ثانيه، اريد اروح المحل ونشوفه. هذا المكان كله سووه جديد، هذا الشارع كله جديد مسويه، يعني ما كان قبل موجود. وكذلك هذه البحيره ايضا مسويها جديد، هاي ما صار تقريبا افتتحوها صار اقل السنه من افتتاحهم هذا المكان. هذا فقط مال قعدات، انه سووه بنص السوق، انه خاف واحد مثلا يجي السوق يقدر اكو مكان يقعد هنا وينتظر او يقضي بيه وقته. فهذا مثلا جديد هاي البناء سووها، هاي كذلك قاعد يسوون بها جديد. هذا مربع كليته، فهذا اللي هنا هذه يسموه الشتات، يعني قلب المدينه. بس شو هسه ماكو هواي عالم بسبب انه حاليا وقت الغروب، وكذلك اليوم هو يوم الخميس، انه ماكو هواي عالم ما يطلعون لان يوم عمل، فاغلب العالم هاي الشارع تلقاه متروس بالفوخن اندا اللي هي تكون عطلة نهاية الاسبوع. انتبهوا على هذا المارك اسمه تيكي ماكس، هسه اشرح لكم شنو وضع هذا او شنو الفكرة مالته. هذا موجود ايضا بكل المدن الالمانية، تيكي ماكس. هذا الماركت محترم وكلش راقي، ليش؟ تلقى بيه اشياء ماركات ورخيصه بنفس الوقت. شلون هيك؟ ذول نظامهم شو يسوون؟ مثلا يروحون على الماركتات، يروحون على ماركت بوما، يروحون عليهم ياخذون من عندهم اخر القطع المتبقيه، مثلا قطع خلينا نقول مال احذيه، فشي يسوون ذولا؟ يروحون على الماركتات مال بوما يلقون عنده قطعتين 3 مال الاحذيه بوما اصليه، ياخذوها بسعر رخيص كلش من عندهم، لان هاي الماركات من تبقى عندها بقطعتين 3 من موديل واحد ما يخلوه، يحاولون يتخلصون من عنده. فذولا تيكي ماكس شي يسوون؟ يروحون ياخذون هاي القطعتين او 3 البقت ويجيبوها هنا عندهم، فيفترون كذلك على كل المحلات اللي تبيع ماركات، فياخذوها ويجيبوها هنا مثلا ويزودون عليه خلينا نقول شغل جزء شيء بسيط على سعرها ويبيعوها. مثلا هذا بوما سعره فقط 40 يورو، يعني شيء انا اشوفه كلش رخيص. لو تلقاه بالماركت ماله الاصلي هذا مو اقل احتمال من 80 يورو هيك شيء، بس هنا تلقاه بسعر رخيص وجديد، هذا مو مستعمل. يعني من هذا الحذاء في قطعه واحده، ما تلقى مثلا اكثر من هيك، ان هذا جايبيه من ماركه معينه، فاحتمال باقي عندهم فقط هاي القطعه. طيب يا اخوان، رايحين المكان اخر نكمل بيه تصوير هذا الفلوج. جايين لهذه الغابه، بعدها هسه راح نروح المكان شيء خرافي باطلاله شيء راقي، هسه نوصل هناك وتشوفوها. فبالنهايه نطلع منها ويصير قدامنا هاي المنطقه الجميله. طيب حاليا حان دور هذا الستاند، بالالمان اسمه شتاتيف او ستاتيف، هذا اللي اشتريناه بدايه الفلوج. هاي الاشياء نحتاجه، انه شو تثبت عليه الكاميرا، في اماكن يكون ما عندك شيء تثبت عليه كاميرا، وهذا يكون عندك، يصير عندنا هيك. فشوفوا بهيك مكان مثلا يفيدنا، بس هذا شو شيء راقي، ومنها ايضا تقدر شنو تحلي وتنصي. هذا احنا ليش جينا هنا؟ حتى نصور، حتى نتكلم عن النقطة الثالثة اللي هي احد اكثر الاشياء اللي احبها بالمانيا، وهي الطبيعة. يا اخي عندهم الطبيعة هنا شيء خرافي، هذا الخضار وين ما تروح موجود عندك، يعني على الطرق السريعة بداخل المدن في القرى بأي مكان تلقى هاي المناطق الخضراء. سبحان الله، مثل ما عندنا الصحراء احنا، هم عندهم هاي المناطق الخضراء، خاصة وقت الربيع والصيف. يعني من تريد تطلع المكان وتشوف خضار هنا، ما حاجة انك تسافر 30-40 كيلو مثلا تروح المزرعة
او تروح مثلا عند مدينة ثانية تشتهر بالخضار، او تروح خلينا نقول للقرى والارياف، ما حاجة. مجرد انك تفتح الشباك مال البناية اللي انت ساكن بيها، مثلا خلينا نقول الشقة والعمارة او البيت، راح تشوف انه المنطقة كليتها عبارة عن خضار. هاي شو يسموها ببلدكم؟ احنا بالعراق بالمدينة مالتنا خاصة نسميها حمامة ابوية هذه، اما بالفصحى اسمها دعسوقة. كل واحد يكتب شنو يسمون هذا المخلوق ببلدك. اما النقطة الرابعة اللي احبها كلش بهذا البلد الصراحة هو التنوع الثقافي. يعني هنا تشوف بشر من كل اجناس العالم، تلقى العرب كافة الجنسيات، تلقى الاسيويين، اليابانيين مثل الصينيين، التايلانديين، التايوانيين، الهنود كذلك، تلقى الامريكيين، تلقى من امريكا اللاتينية اللي هي امريكا الجنوبية، البرازيل، الارجنتين، الاوروغواي، تلقى منهم هنا المكسيكيين كذلك. خوب الاوروبيين تارسين همات الماني، خاصة اوروبا الشرقية تلقاهم هنا. فهذا صراحة شيء حتى يضيف شخصيتك، انه يخليك تتعايش ويا كل البشر بدون ما تنظر الديانته مثلا، تنظر القوميته، تنظر مثلا هذا شنو معتقده، ما عليك به ابدا. فهذا يضيف لك شيء الكثير، وتتعلم من ثقافاتهم كذلك. ما شرط انك الا تسافر لبلدانهم حتى تتعلم من ثقافاتهم، وانما هم جابوا ثقافتهم وياهم. فحتى هيك راح تكون اصدقاء من دول مختلفة، مو فقط من دولتك، راح يكون عندك اصدقاء. فهذه ايضا احد الاشياء الحلوة هنا، تعدد الثقافات. اما الان نشيل غراضنا ونطلع منه، الجاكيت والجنطة مال الستاند. اما النقطة الاخيرة اللي هي الخامسة اللي احبها بهذا البلد، اللي هو القانون والتزام الناس بالقانون هنا بشكل مو طبيعي، لدرجة صراحة مرات اوصل لحد الكره، انه اكرههم بسبب التزامهم الشديد هذا بالقانون، انه شيء عجيب. بهاي النقطة الالمان عجيبين صراحة، وما اعتقد انه اكو شعب بالعالم يحترم القانون ويطبقه مثل الالمان. اول ما جينا لالمانيا سكننا بشقة تبعد من هاي المدينة تقريبا نوب شي 60 كيلو. هنا عندهم قانون انه ممنوع، لكن ساكن بشقة بعمارة ممنوع انك تخلي منقلة بالبلكونة مالتك وتشوي بيها. فبوقتها كان عندنا جيران الماني وحباب ومحترم وطيب ويانا كلش، يعني من الالمان الطيبين. ذاك اليوم شعلنا المنقلة بالبلكونة اتذكر، وصرنا نشوي عليها. قام هذا الالماني شافنا، بس شافنا قاعد نشوي كان يقوم ويشتكي علينا لان هذا الشيء ممنوع. وبعد ساعات اجى يمنا ويبتسم ويضحك وقال تراني اليوم اشتكيت عليكم. اوكي، يعني مو قال خلي نقول استهزاء او قالها انه هو ضايج من عندنا او عنصري، لا، بس قالها انه اني اشتكيت عليكم اليوم لان انتم شعلتوا منقلة وهذا شيء ممنوع هنا. لدرجة مع علم جيراننا وهذا، بس هذا ما يمنع انه ما يشتكي علينا. وبنفس اليوم همات بوقتها بالليل عطل الانترنت مالنا، فاجى ساعدنا بهذا الشيء، وظل تقريبا ساعتين الى ساعتين ونص هو يحاول بالانترنت مالنا حتى يشغله ويتصل على الشركة ويحكي وياهم شركة فودافون الى ان رجع لنا الانترنت. وهو كان قبل تقريبا 4 ساعات مشتكي علينا. فهذا انه ما عنده عداوة شخصية ويانا او شيء، بس هو شافنا سوينا غلط والقانون يقول انه هذا الشيء ممنوع نسويه، فهو قام واشتكى علينا. فبالبداية ربما تضوج من هذا الشيء او تحسه ربما عنصرية او هيك شيء، بس بعدين من تعيش وياهم وتعرف انه هذا الشيء مو فقط يطبقوه عليك، انما يطبق على الكل. وحتى اذا الماني سوى هذا الشيء هم راح يشتكون عليه. فوقتها تعجبت انه كيف انت مشتكي علينا قبل 4-5 ساعات وهسه جاي انت تساعدنا، يعني كيف هيك ضبطت معاك. بس بعدين ويا الوقت راح تعرف انه هو هذا طبعهم هيك، ما يعتبروها انه هاي افساديه او هو يكرهك، لا، وانما هم متربين من هم صغير اي شيء يشوفوه قدامهم مخالف للقانون انه مباشره يبلغون الدوله او الجهه المسؤوله عن هذا الشيء. لذلك ربما تحس انه بسبب هذه الاشياء وتطبيقهم للقانون هم متقدمين علينا. طيب لهنا ينتهي الفلوق مال اليوم، لا تنسون الاشتراك بالقناه وسلام.